قد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة، لا يضرهم من خذلهم. قال الإمام أحمد: أهل المغرب هم أهل الشام. قد جاء في رواية في البخاري أهل الشام، وجاء في رواية أخرى هم بأكناف بيت المقدس، يعني هذا أنهم باقين إلى قيام الساعة، مما يدل على أنهم بأكناف بيت المقدس، وإن لم يكونوا فيه ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. وإنما الخذلان المشار إليه هنا أنهم يخذلون من أمة الإسلام، كما هو مشاهد في الأزمنة المتأخرة وكذلك العهود القريبة. فإن المسجد الأقصى وهو قلب بلاد الشام وأشرفها لا يزال في يد عصبة من أنجاس الأرض من اليهود الذين جعل الله جل وعلا منهم إخوة للقردة والخنازير، كانوا على هذه الأرض، ومن كان فيها من المقاتلة هم خير الناس في هذا الزمان، الذين يدافعون عن هذه الأرض المباركة ويذودون عنها وصابرين، وإن لحق ذلك الخذلان الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.